صباح الخير، النهارده هاعمل معاكم الرقاق الطري، واكتشفت إن في ناس كتير أوي متعرفش إن في رقاق طري زي ما في رقاق ناشف بنعمل بيه الرقاق اللي باللحمة المفرومة، فلو سمحتوا اكتبوا لي في الcomments تحت أنتم من أي محافظة من مصر، ويا ترى بتعملوا الرقاق اللي بالطريقة دي والّا لأ، وكمان بتسموه عندكم إيه عشان عرفت إنه ليه أسماء كتيرة أوي، عرفت إن في محافظات بتقول عليه الرقاق الطري، وأنا أعرف إن هو فعلًا رقاق طري، فمن فضلكم عايزة أعرف باقي الأسماء بتاعته. وكمان هاوريكم النهارده طريقتين للتسوية لو عايزين تسووه على الحجر أو لو عايزين تسووه على الطاسة، أو طبعًا ممكن الفرن الفلاحي اللي هو بقى هيسويه أحلى تسوية، أو الفرن اللي بالحطب يا سلام يا عين يا ليل يعني يبقى حاجة تحفة جدًا. إن شاء الله الفيديو يعجبكم، يالّا على طول نبدأ ونشوف محتاجين إيه. معايا كوباية ونص من الحليب العادي، أنا هاروبه فهاحط عليه معلقة صغيرة من الخل أو معلقة كبيرة مش هتفرق أوي، وهاسيبه شوية كده لغاية لمّا يفصل. لو عندكم لبن رايب already أو حليب رايب already يبقى حاجة كويسة جدًا. استخدمت في الوصفة دي 3 كوبايات من الدقيق العادي متعدد الاستخدامات، حطيت عليه كمان رشة ملح، هنقلب بس كده على من برّه قبل ما ننزل بالحليب، وبعد كده هاحط بقى الحليب تدريجي لغاية لمّا تتكون معايا كورة أو عجينة متماسكة. هنفضل نعجن فيها زي ما أنتم شايفين كده لغاية لمّا تنعم معانا. هنزوّد بقى نُص كوباية سمنة، ممكن تخلّوها زيت وزبدة، ممكن تخلّوها سمنة، طبعًا هي أحسن حاجة فيها إن هي تكون سمنة صافية، ف أو أي بقى مواد دهنية أنتم عايزينها أوكي. هنقعد نقلّب فيها كده زي ما أنتم شايفين، ولمّا بنحط السمنة في الآخر كده بتلاقوها كإنها باظت منكم، يعني في الحتة دي ممكن تفتكروا إن العجينة باظت أو فتّلت أو ما بقتش نافعة، لأ كمّلي عجن هتلِم معاكِ وهتبقى ناعمة جدًا، جدًا زي ما أنتِ شايفة كده. المهم بس إن هي بتحتاج شوية عجن يعني ممكن 5 دقايق مثلًا. هنجمّعها بقى كورة وهنسيبها تستريّح، لأ هاكوّرها الأول وبعد كده هاسيبها تستريّح، هي ما فيهاش خميرة فمش هتحتاج إن هي تخمر ولا حاجة. مجرد ما خلّصت عجن فيها بدأت إن أنا أكوّرها و هاحطها على صينية وهاحط عليها الصينية رشة دقيق، إحنا مش عايزين في الوصفة بتاعة النهارده نحط دقيق كتير خالص، فعايزين رشة بسيطة بس كده من تحت ومش هنحط عليها رشة من فوق ولا حاجة، المهم إن إحنا نغطيها الأول بكيس بلاستيك علشان ما تنشفش السطح بتاعها ما ينشفش. نطرة بقى أو يعني رشة بسيطة جدًا من الدقيق عشان إحنا عايزينها محتفظة بالمادة الدهنية اللي جواها، مش عايزين نزوّد دقيق عشان ما ينشفهاش وتقلب معانا برقاق ناشف، إحنا عايزينه رقاق طري الدسم فيه بيكون عالي شوية. هنبدأ بقى نفردها الشكل المدوّر، ما تكونش رفيّعة جدًا وما تكونش سميكة جدًا، يعني السمك اللي أنتم شايفينه ده. هافرد بقى على قد ما أقدر وممكن نstretch كده أو نمدّدها كده بإيدينا. المهم إن هي تعمل لنا حجم الرقاقة العادية أو حتى حجم الطاسة اللي إحنا هنسوي فيها، لو إحنا هنسوي على طاسة نفردها على حجم الطاسة اللي إحنا هنسوي فيها. أنا هنا جبت الزلط أو الحجر ده بتاع النهر، زلط نهري بيبقى موجود دايمًا كده، بيبقى هو اسمه كده، يعني ممكن يستخدم في الأكل عادي، لإنه بيبقى على ضفاف الأنهار كده، فبيبقى أصلًا نضيف ما فيش منه مشاكل، وبيستخدم للتسوية. أنا جبته نقعته في مَيّة وخل ونضفته كويس جدًا، سخنته في فرن البوتاجاز على أعلى درجة حرارة لمدة ربع ساعة. وبعد كده ممكن بقى تطلّعيه تحطيه على عين البوتاجاز عادي وتكمّلي سِوَى، يعني أنا مجرّد إن أنا سخّنته جامد أوي الأول في الفرن، ممكن بقى تكمّلي التسوية بعد كده على عين البوتاجاز من فوق عادي، خلاص هو already بيكون سِخِن جامد جدًا، أو ممكن تعمليه في الطاسة برضه هتسخّني الطاسة جامد جدًا، جدًا، وتحطيه مجرّد ما يبدأ يعمل فقاقيع تقلبي الناحية التانية لغاية لمّا ياخد اللون ده، ما تأخديهوش لون أكتر من كده علشان ما ينشفش منِّك، وكمان أول ما بيطلع بنحطه في فوطة وبنغطيه زي ما أنتم شايفين كده علشان ما ينشفش. وبعد كده طبعًا بسهولة ممكن تحفظيه في الفريزر، ده لو قعد أصلًا لإن هو بيخلص في خلال يوم أو يومين بالكتير أوي، بيبقى طعمه حلو أوي بيتاكل بيه أي حاجة، طعمه شبه الفطير المشلتت بس على حاجة رفيّعة يعني. الفيديو بتاعي خلص، أتمنى إن هو يكون عجبكم، لو حبيتوا الفيديو ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الcomments، أشوفكم إن شاء الله في وصفة تانية قريب وباي باي.